كتير مننا بيعاني من بعض الكلمات بيبقى مش عارف ايه سببها. زي مثلا انا مش كفايه، انا ماليش لازمه، انا محتاجه ابذل مجهود كبير عشان اللي قدامي يقبلني، انا محدش بيحبني. كل ده طالع من مفهوم اسمه مفهوم او جرح الرفض. اتعرضت في طفولتي لبعض الكلمات او بعض المواقف اللي حسستني ان انا مرفوض، فبقيت بتعامل معايا من هذه الزاويه. فكرة عدم الكفاية، فكرة ان انا محتاج علشان اتعامل مع اللي قدامي او يقبلني، محتاج مجهود كبير قوي، محتاج احط مجهود كبير قوي. طيب، يعني ايه جرح الرفض؟ يعني ايه جرح الرفض؟ جرح الرفض هو وجع بيجيلنا من احساسنا بسبب وجود نقص فينا، اللي قدامي مش عايزني، اللي قدامي رافضني، أم، اللي قدامي مش قابل وجودي. طيب، ايه العلامات اللي بتقول ان انا عندي جرح الرفض؟ منها حته ان انا مش كفايه، منها حته ان انا محتاج ابذل مجهود كبير قوي في اي علاقه انا بدخلها، منها ان انا باخد كل نقد عليا كهجوم، هو بينتقدني انا، مش بينتقد السلوك، فاي نقد هو هجوم عليا. منها ان انا عندي حساسيه مفرطه، اقل كلمه، اقل موقف ممكن يزعلني جدا، اقل موقف بحس فيه باهانه شديده جدا. بميل لفكره الانسحاب، فكره التجنب، فكره عدم المواجهه. مش عارفه اقبل الحب قوي، عندي صعوبه في استقبال الحب، عندي صعوبه في استقبال العطاء. لما حد يحبني احس ان لا، هو يا اما هو حد مخادع، او انا ما استاهلش الحب ده، هو ليه بيحبني؟ دايما في العلاقات بترقب فكره الغدر، اللي هم هيمشوا، هم شويه وهيمشوا. ما عنديش علاقات بتعرف تستمر كتير. في علاقاتي دايما بحس بالقلق، بحس بالخوف، بحس ان انا محتاجه اتجنب شويه، انا خايفه لان انا هقرب اكتر هتاذي اكتر. طيب، دي علامات كده بتقولك ان انت عندك جرح الرفض. طيب، يا ترى ايه اسبابه؟ ليه بيحصل لي جرح الرفض ده؟ فكرة الأهل، هي فكرة التربية في البداية، هي فكرة ما تعودتش أقول لأ، ما حدش كان مسموح. بشكل أو بآخر اتقال لي إن أنت وجودك غير مرغوب فيه، أو ما كناش عايزينك، ما خلاص كانوا اخواتك موجودين، يعني كلام اللي الأهل بيقولوه واحنا بنبقى حاسين ان الكلام ده عادي، بس هو الكلام ده بيوجع وبيرسخ مفاهيم معينة في الطفل. مقارنات على طول، بقعد اقارنه باخواته، بقارنه باصحابه، بقارنه بحد في العيله، فالمقارنات. ما كانش فيه تلبيه احتياجات العاطفيه، الحضن، الحنان، الرعايه، الاهتمام، ما كانش موجود في الطفوله. اما اجي اتكلم او اجي اقول اسكتي او اسكت، انت بتعرفش تتصرف، ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو في حد يعمل كده؟ هو في حد؟ انت بتعرفش. دايما انت فيك غلط، دايما انت فيك غلط. طيب، اثر جرح الرفض ده عليا ايه؟ ان انا بحس دايما ان المشكله فيا. لما بيحصل اي مشكله، ما هو انا اصلا انا السبب، اصلا أنا المشكله عندي، اصلا انا اللي فيا الغلط. فدايما في اي مشكله بدور انا غلطت في ايه. دي اول حاجه. الحاجه التانية، ببقى عندي خوف رهيب من فقد العلاقات، مش عايزه افقد، مش عايزه اخسر علاقات، اشخاص، مواقف. انا قابل الفشل، مش قابل الفشل، مش قابلها، مش قابل الخساره ابدا. بختار الناس اللي بيكونوا صعبين عاطفيا، فبخش في علاقات كلها توكسيك، ناس صعبه، ناس غير متاحه، او ناس مؤذيه تحسسني بالرفض اكتر، مش مناسبه ليا اكتر، فترفضني اكتر. على طول حساسيه زايده في التعامل مع الناس، على طول فكره التجنب، الانسحاب. مش هواجه، مش عايزه اواجه. تفكير مفرط، بقعد افكر طول الوقت، تفكير تفكير، يا ترى ايه اللي هيحصل، لان انا عايش الرفض، انا كده او كده هيمشوني. طيب، ايه تاني؟ ما بشوفش الحاجه اللي انا بعملها، ما بديهاش قدرها، دايما بقلل من نفسي، دايما بقلل من مجهودي، دايما بقلل من القيمه اللي انا بديها لنفسي. طيب، العلاج ببساطه شديده، اول حاجه اعرف اصل الجرح ده، انا سبب الرفض اللي موجود جوايا ده ايه؟ ايه اول مره؟ من خلال 3 اسئله كده. ايه اول مره انا حسيت فيها برفض؟ دي اول حاجه. الحاجه التانية، ايه الشعور لما حسيت بالرفض ده؟ ايه الشعور اللي تولد عندي؟ الحاجة التالتة، بعمل عملية تفريغ. ففي هنا تمرين حس جسدي بسيط جدا. التمرين ده بكون قاعدة في مكان هادي، بكون عارفة أتنفس بطريقة هادية، زفير شهيق بس بطريقة هادية، 1 to 1، واحد لواحد، يعني زفير شهيق. أنا بس عشان برد كده. طيب،
بفكر في ايه اللي حصل لي ايام الطفوله، بستدعي المواقف اللي كان فيها رفض ايام الطفوله، ببدا دي اول خطوه، ببدا امارس الطبطبه، بعمل كده. انا اترفضت، انا الكلام ده وجعني، انا الكلام ده كان مؤذي بالنسبه لي جدا، انا حسيت بمشاعر وحشه قوي، واستشعر هذه المشاعر وطبطب على نفسي بالطريقه دي. بعد كده طب انا دلوقتي ايه، هل انا الشخصيه دي ايه المميزات اللي موجوده فيا دلوقتي؟ فابدا انتقل، خلاص انا اعترفت باللي كان موجود، بشوف ايه اللي انا عليه بقى دلوقتي، ايه المميزات اللي موجوده فيا دلوقتي، ايه الحاجات الحلوه اللي موجوده فيا دلوقتي، ايه الحاجات اللي عجباني، ايه الحاجات اللي انا حباها في نفسي. بعد كده بنتقل للنقطه الثالثه. طيب الحاجات الحلوه دي عايزه اطورها بقى ازاي، عايزه اخليها احلى ازاي، عايزه اخليها افضل ازاي. فسمحت بمشاعر الرفض وقبلتها وعشتها وطبطبت على نفسي فيها، وعرفت انا موجوده في ايه دلوقتي، ايه المميزات، ايه الحاجات الكويسه، وانتقلت لفكره ازاي اطور من ده بقى. طيب فدي اول نقطه. تاني نقطه فكره الفرق ما بين الحاضر والماضي. بمعنى ايه؟ زمان كان في نقد بيساوي رفض، لا، النقد هو شخص وجهة نظره كذا، بتاعته وجهة نظر هو. طيب زمان كان في مثلا التأخر في الرد او عدم الاستجابة، هو بيستهزئوا بيا، هو انا مش مهمة، لا. دلوقتي المفهوم الجديد ان الشخص عنده مشاغله، عنده حاجات شغلاه ملهاش علاقة بيا، ده ليه علاقة بيه هو. فبحول الحاجات اللي ليها علاقة بيا اللي ليك انت. انت اللي الشخص اللي قدامي بينقد، ده رأيه. الشخص اللي قدامي اتأخر في الرد عشان هو عنده شغل، مش عشان انا مرفوضة. طيب النقطة اللي بعد كده، بعود نفسي على فكرة ان انا اطلب، ان انا الطلب اللي عنده رفض بيبقى مانع نفسه من الطلب لان هو شايف نفسه قليل ما يستحقش. فابدا امرن نفسي، لا انا استحق، لا ده من حقي ان انا اطلب الطلبات دي، بعبر عن نفسي، انا موجود، انا مش مرفوض. فببدا اسمح نفسي بفكره الطلب. طيب ايه تاني؟ ببقى حاطه حدود واضحه وبلتزم بيها، وبخلي اللي حواليا يلتزموا بيها. فالحدود من اهم الحاجات اللي بتساعدني على فكره آه، تغيير الرفض. طيب ايه كمان؟ هي فكره استقبال الحب. بستقبل الحب في صوره ايه؟ لما اعمل حاجه كويسه وحد يجي يشكرني، استقبل الشكر ده، ما اقللش من اللي انا بعمله، ما اقولش لا ده انا ما عملتش حاجه. بستقبل الحب في صوره لما حد يحبني، انا استحق فعلا الحب. لما حد يحبني انا استحق ده، استحق الاعجاب، استحق الاهتمام، استحق ده. طيب براقب افكاري، بشوف بقى ايه الافكار اللي طالعه لي، ايه افكاري بتروح لفين، بتروح لفكره انا السبب، ولا بتروح شوفي الموضوع بحياديه، بانت ايه الصح وايه الغلط، باللي قدامك ايه الصح وايه الغلط. الحاجه التانية، وقف مقارنات. محتاجه الناس اللي بتحس بالرفض توقف مقارنات، تقارن نفسها بايه، انا على ايه ودلوقتي على ايه وهبقى على ايه، بما انا عليه الان، وانا كنت على ايه الاول ودلوقتي على ايه، طب وعايزه ابقى على ايه كده. فانا شغاله في ده، الماضي بالنسبه لي والحاضر والمستقبل، ماليش دعوه بمين عمل ايه، ما يخصنيش. طيب ايه تاني؟ جلسات الكوتشنج، ان انا ابدا اخش في جلسات الكوتشنج، لانها تساعدني على فتح الملف بتاع الرفض وافهم عمقه ايه، علشان اشوف ليه انا بختار بالطريقه دي، ليه انا بتحط في التجارب دي. فلما اعرف انا ليه بختار بالطريقه دي، هعرف اعدل تفكيري وابدا اختار بطريقه تانية. فجلسات الكوتشنج مهمه قوي في فتح الملف بتاع جرح الرفض. انا لايف كوتش شيماء حزة، اشوفكم على خير.